فطور اليوم ما كانش غير ذوق، كان اهتمام بصحة شخص عزيز عليا. اليوم خصصت هذا الفطور هذا لضيفة عزيزة على قلبي، عندها نقص في الفيغيتين. ما بغيتش غير شي حاجة تبان زوينة في الطبلة، بغيت فطور يعاون الجسم ديالها ويعطيها طاقة ويساعد الدم ديالها باش يتقوى. ركزت على البروتين، الحديد الطبيعي، وضفت حتى الفيتامين سي بحيث كيعاون الجسم على امتصاص الحديد. بديت بلا سوب، غادي نديرها بالخضره. عندي هنايا واحد الطنجره درت فيها البصله خضاريه، يمكن لكم تزيدوا حتى البورو، حتى هو كيجي زوين وفي نفس الوقت مفيد. زدت هنايا واحد قياس ديال 4 ديال القرعه الحمراء، وجوج ديال الخيزوات، وجوج ديال البطاطا متوسطين. كتقطعوهم بطريقه عشوائيه بحيث كلشي غادي تطحن، وكتزيدوا عليها واحد الفص ديال الثومه ومعلقه ديال زيت البلديه. وبالنسبه للتوابل غادي نقتصروا غير على الملحه والبزار. بالنسبه للبزار ديروا غير راس ديال المعلقه، والملحه كديروا على حسب الذوق. اللي عنده فقر الدم غير يدخل القرعه الحمراء في النظام الغذائي ديالو، راه غزاله بزاف ومفيده. وإلا عندكم شي واحد من وليداتكم حتى هو فيه فقر الدم صغير وكنعرفوا الدراري ما كيبغيوش ياكلوا الخضره، كتشدي واحد الطاوه اولا كاسرونه ديال تكون ديال اينوكس، كتسلقي فيها القرعه الحمراء وكتخلي فيها الماء ديالها. ما كتسلقيهاش بزاف، كتسلقيها غير واحد شويه، ما ترميش ديك الماء ديالها. طحنيها مزيان وزيديها مع العصير ديال التشين، ما كيحسوش بها نهائيا وفي نفس الوقت كيستافدوا منها. كنرجع هادشي كلشي فوق البوطه على نار متوسطه. كنقلي ديك الخضره مع البصله وزويته، وكتجي بنينه ملي كتقليها. وكتزيدوا الماء الكافي وكنخليوها كطيب مده ديال نص ساعه وكنطفيو عليها. هنا من بعد ما طابت كنخليوها واحد شويه حتى تدفى. زدت عليها جوج معالق ديال دانون مسوس، يعني الياغورت الطبيعي، اولا كتزيدوا الكريمه. وزدت واحد المعلقه ديال الجبن الطبيعي. غادي نطحن هادشي كلشي وكيعطيك القوام ديالو على شكل فولوتي، يعني كيكون شي شويه ثقيل على الصوبه العاديه. هانتوما كيبان لكم القوام ديالو كيفاش كيكون. صافي كنغطيها وكنخليها وكندوزو دابا الطبق اللي غادي يكون غني بزاف، اللي هو شلاضه. هذه تقدميها لاي واحد عزيز عليك، رائعه. وفي نفس الوقت تفرحي بها حتى راسك ووليداتك. هنا خديت واحد التبصيل درت فيه الخس مقطع رقيق. الا عندكم لي زيبيناغ حتى هما زيدوهم، اولا السلق خليهم هكاك خضرين قطعوهم رقاقين. وكنزيدوا عليها الخيار. انا عندي هنايا الكورنيشون صغيور قطعته على هذه الطريقه هذه رقيقه. وزدت عليها طوماط سوريز، وزدت عليها الباربا اللي كنت سلقتها نص سلقه. وغادي نزيد المونغ، فيه واحد النسبه مهمه ديال فيتامين سي، حتى هو مفيد بزاف. وزدت عليها لافوكا كديروا عليها واحد شويه ديال الحامض باش ما كتكحلكمش. الفواكه كتزيدوا اللي بغيتو، يمكن لكم تزيدوا حتى الكيوي والفريز، هادو معروفين فيهم واحد النسبه مهمه ديال فيتامين سي. وإلا عندكم الفرomboise حتى هو زيدوه. انا درت اللي كان عندي موجود واللي كان عندي حاضر. وزدت هنايا واحد شويه ديال الطون، هذا الطون ديال الماء اللي ما فيهش الزيت. يمكن لكم ديروه حتى الكروفيت كيجي احسن من الطون. وزدت هنايا شويه ديال الكركاع، يمكن لكم ديروا الكاجو. وإلا ما عندكمش لا كركاع لا كاجو كديروا الزريعه ديال القرعه، ولا كديروا الزريعه الكحله اللي كيكونوا بنقيين. صافي وزدت هنايا واحد المعلقه كبيره ديال بذور الشيا. وبالنسبه للفينيغر ديالها اولا الصلصه اللي غادي نديرها مرافقه، درت هنايا الملحه، واحد المعلقه ديال الزيت البلديه، ونص معلقه ديال الموطارد، وعصره ديال نص حامضه. وزدت عليها معلقه ديال العسل. وخلطت هادشي كامل وكديروه في شي زليفه صغيره وكديروه مرافق للسلطه. اللي بغى ياكل منها كيدير حداه، كتجي زوينه. وهاد السلطه كتجي مخلطه ما بين المالح والحلو، غنيه، هي كافيه، وفيها البروتين، فيها الالياف، فيها لي فيتامين، زوينه بزاف وفي نفس الوقت مشبعه. هنا غادي ندوز للطبق الرئيسي اللي كان فيه طويجين بالكبده. هنا عندي الكبده ديال البقري قطعتها مربعات صغيره، وزدت عليها واحد البصله كبيره اولا بصله خضاريه، وزدت جوج معالق ديال المعدنوس، وواحد الفص ديال الثومه. هي الكبده كتبغي الثومه، ولكن انا ما بغيتش نكثر الثومه. ما كان في رمضان، خصوصا في رمضان، ما كنبغيش نكثر الثومه.
وزدت عليها هنايا العطريه، درت الملحه والكمون معلقه صغيره ومعلقه صغيره ديال زريعه القزبور. كنت شاركت معكم قبل ديال الطريقه ديال الكبده مشرمله بطريقه المغربيه كتجي غزاله، ولكن هاد النهار انا تشهيتها على الطريقه هذه، بغيت نديرها بحال المذاق ديال المشويه وكيجي المذاق ديالها بحال اللي مشوي. كنزيدوا عليها الزيت البلديه وكنشرملوها. انا خليتها هنايا حتى قرب واحد ساعه الا ربع ديال المغرب، عاد ديك الساعات درتها طيب، شرملتها وغطيتها وخليتها وحطيتها فوق البوطه كطيب على نار متوسطه. هي راه كترخي الماء مع البصله، زيدوا لها الا خفتو تلصق لكم غير واحد نص كاس ديال الماء راه كافي. من بعد ما طابت وتشحرات هانتوما كتبان تبارك الله مقليه، زدت عليها واحد المعلقه ديال خل التفاح، هذا كيساعد الامتصاص ديال الحديد. يمكن لكم تعوضوها بالعصير ديال الحامض. وزدت عليها هنايا الزيتون المحمض، راه كنت شاركت معكم الطريقه، حتى هو كيعزيدها واحد البنه زوينه بزاف. هاد النهار هذا كان الفطور مدروس، بغيت نهتم بالتزيين ديال المائده وفي نفس الوقت بغيت نهتم اكثر بالصحه ديال الناس اللي معانا. بالنسبه للسلطه هذا هو الشكل ديالها، كتجي زوينه 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 بزاف، مغذيه ومشبعه. بالنسبه لي انا غير هذه مع السوبا راه كافياني. وهنايا زدت البيتزا صغيره، هذه راه كنت شاركت معكم قبل طريقه ديال الميني بيتزا، راه كاينه عندي في الفيديو في التحضيرات ديال رمضان. وزدت معها غير شويه ديال لاصوص ديال المطيشه وشويه ديال الفرماج، بحيث ضروري الوليدات خصها هذا الشيء هذا. وبغيت نزيد نعمر الطبله، بحيث ملي كيكون عندك شي واحد ضيف عزيز كتعيا تحطي كتقولي ما حطيت حتى شي حاجه. والصوبه ديالنا كتجي على الشكل هذا، وهذا هو الطويجين. من بعد ما يدفى واحد شويه راه كيجي غزال وكيجي مقلي وواقف في الزويته ديالو. اللي وصل حتى لهنا كنقول لكم شكرا بزاف على حسن المتابعه، وما تنساوش اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم المحفزه، وما تنساوش حتى الاشتراك باش يوصلكم كل جديد. وإلا عندكم شي واحد من العائله حتى هو فيه فقر الدم او لا كيعاني من فقر الدم او لا عنده نقص ديال مخزون الحديد، بارطاجيو معاه هذا الفيديو هذا، راه غادي ينفعو بزاف. هنايا الصوبه ديالنا، شوفوا الشكل ديالها كيفاش كتكون خاتره، وما نقول لكمش على البنه ديالها، راه كتجي هائله. خليتكم في امان الله وبصحه نتوما فطوركم.